كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة تلقي النادي عرضاً لبيع أحمد سيد زيزو من إحدى أندية الدوري الإنجليزي، ولم يصرح المصدر إلى أي نادي. وخلال الأيام السابقة وأثناء تواجد اللاعب في منتخب مصر والتي أظهرت تألقه رغم خروج المنتخب بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح، والتي من خلالها خرج المنتخب المصري دون أي مكسب في البطولة والاكتفاء بالتعادل فقط. بعض الأنباء والتقارير والتي أطلقها البعض في الساعات الأخيرة، قال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات مهمة: الزمالك لم يتلقى أي عروض رسمية أو شفهية من مسؤولي الأندية. وأوضح المصدر: نحن في مجلس إدارة الزمالك لن نوافق على بيع أحمد سيد زيزو نجم الفريق المتألق لإحدى أندية الدوري.